السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو نوريكم 5 منتجات اللي أنا شخصيا كنصحكم بشرائها أثناء زيارتكم للمغرب، سواء كنتوا مغاربة وعايشين في بلاد المهجر أو كنتوا أجانب وجيتوا للمغرب سياحة. ولهذا السبب فهذا الفيديو ممكن يفيد الناس اللي عايشين خارج المغرب أكثر من الناس اللي عايشين داخل المغرب. وهذه المنتجات فهي عبارة عن منتجات للعناية بالجمال للنساء وأيضا للرجال كبار وكذلك الصغار، وهي منتجات معروفة ومنتشرة جدا في المغرب ما بين جميع الأوساط الاجتماعية، سواء الطبقة الغنية المتوسطة أو الفقيرة. ولا بد وضروري يكون أي مغربي ومغربية يكون استعمل على الأقل منتجين أو 3 في حياته. ولماذا بالضبط هاد المنتجات؟ اولا لانه هي منتجات مغربيه 100%. ثانيا لانها متواجده فقط في المغرب، او ممكن تكون متواجده خارج المغرب ولكن فقط تم تصديرها من المغرب الى الخارج، واحتمال ان تكون جودتها منخفضه. على العكس لو اشتريتوها من المغرب فتكونوا متاكدين انكم اشتريتوا المنتج الاصل ذو الجوده العاليه. فمن غير ما نطول عليكم ننتقل لأول منتج، واللي هو زيت الأرغان أو ما يلقب بالذهب السائل. وهذا الزيت فهو متواجد فقط في المغرب، بالضبط في منطقة سوس ماسة، يعني مدينة أكادير والنواحي. لأنه هذا الشجر شجر الأرغان كينمو فقط في هذه المنطقة، حاولوا أنهم يزرعوه في مناطق أخرى ولكن ما نجحت هذه العملية، لأنه هذا الشجر كيحتاج لهذه التربة الموجودة في هذه المنطقة. وحنا كنحصلوا عليه من ثمار هذه الشجرة، كنكسروها كناخذوا النواة ونعصروها، وبالتالي كنحصلوا على هذا الزيت، زيت الأرغان. وهو نوعين، كاين زيت الأرغان الخاص بالأكل وزيت الأرغان الخاص بالتجميل. بالنسبة اللي خاص بالأكل فهما كيقوموا بتحميص النواة وإضافة الملح ثم كيعصروها، وكيكون لونه نوعا ما مايل للون الأحمر. أما زيت الأرغان الخاص بالتجميل فهما يعصروا النواة مباشرة من غير أي تحميص ولا أي إضافات، وكيكون لونه أصفر ذهبي بهذا الشكل هذا. وهذا الزيت فهو معروف عالميا، ومشاهير وفنانين عالميين غربيين كيستعملوا هذا الزيت وكينصحوا باستعماله. فهو كيصلح للشعر والبشرة. بكل بساطة كتوضعي طبقة رقيقة على البشرة قبل النوم، وهو سريع الامتصاص وما عنده أبدا أي رائحة. بالنسبة للثمن فهاد القنينة اللي فيها تقريبا 60 مليلتر أنا اشتريتها ب15 درهم. كاينين قنينات أكبر ومن الزجاج وشكل جميل لو حابين تقدموه هدية. وبالنسبة للمكان اللي يبيع هاد الزيت فداخل الأسواق كيكونوا محلات خاصين بمنتجات التجميل، سواء الزيت، الشامبون، كريمات او الصابون، كيبيع فقط منتجات أرغان. ننصحكم تشريو الزيت من هاد المحلات، ما تشريوه من محلات المكياج او محل خاص بجميع انواع الزيوت، لا، من الضروري تشتروه من المحل اللي يبيع منتجات الأرغان. وبالنسبة لهذا الزيت فلا يوجد زيت الأرغان الشركة الفلانية أفضل من زيت الأرغان الشركة الفلانية، لأنه لا توجد أبدا أي شركة محتكرة هذا المجال. فقط تعاونيات أو جمعيات أو مقاولات صغيرة نسائية هي اللي كتنتج هذا الزيت، كتجمع الحبوب كتكسرها كتاخذ النواة وتعصرها، تملأ القنينات ومن بعد تقوم بالتسويق للمحلات والأسواق فقط. لا توجد أبدا أي شركة محتكرة هذا المجال. فإذا هذا هو الزيت. فكيف كتشوفوا بعض النقاط، نقطتين فقط كافيين، ثم ندهن البشرة، وما عنده أبدا أي رائحة وسريع الامتصاص وينعم الجلد ويساعد على إخفاء علامة الشيخوخة. فإذا كيف كتشوفوا فأنا وضعت الزيت كأني ما وضع أي شيء، لأنه سريع الامتصاص بسرعة كيشربوا الجلد. فإذا ننتقل للمنتج الثاني. فهذا هو المنتوج الثاني، هو عبارة عن هذا الصابون الطبيعي
100% الخالي من اي اضافات كيميائيه، اي ملونات واي عطور. وهذا الصابون فهو قديم ومعروف جدا في المغرب. فنبدا مع اقدم واحد واللي هو صابون المنجل. فلو كتلاحظوا صوره المنجل هنا هو تقريبا كانه مكعب الشكل. وهذا الصابون فهو قديم جدا، وانا وجدت صعوبه حتى نلاقي هذا الصابون ونصور لكم. والاسم الثاني واللي هو صابون الكف، هذا هو شكله مازال ما فتحته. والصابون الثالث واللي هو الاشهر واللي ممكن تعرفوه واللي هو صابون الطاوس. فمكتوب هنا، عفوا هنا بالفرنسيه فمكتوب هنا الصابون الاصيل. وهذه الانواع الثلاثه من الصابون فهي صابونات يعني معروفه قديما وذات صنع منزلي، يعني صنعوها النساء في المنزل كنظن بشحوم بعض الحيوانات. يعني ما عنديش بالضبط فكره على كيف كيستعملوا او كيف كيصنعوا هذا الصابون، ولكن اللي كنعرف انه كيتصنع منزليا وخالي من اي مواد كيميائيه وكيصلح البشره الحساسه. فلو ما ناسبك اي صابون في العالم كنصحك تستعملي واحد من هاد الصابونات الثلاثه، لانه يعني كيصلح البشره الحساسه وما عنده ابدا اي اثار جانبيه او مضره، لدرجه انهم كيستعملوه لغسل ملابس الاطفال حديثي الولاده والغسل ايضا الملابس الداخليه. ورغم انه يعني السوق عرف يعني تطور ودخول انواع كثيره من الصابون مشهوره عالميا بالوان مختلفه وعطور مختلفه واشكال مختلفه، الا هذا النوع من الصابون فهو حافظ على مكانته الى يومنا هذا. واي مغربي مهما يعني جرب هذا الصابون وهذا الصابون فهو كيضطر في النهايه انه يرجع لاحد هاد الانواع. فبالنسبه لهذا الصابون فهو محافظ يعني على شكله الاصلي ومكوناته الاصليه، ما وقع عليه ابدا اي تغيير منذ القدم. اما صابون الكف فكيف كتلاحظوا هذا بالحامض، شوف صورة الحامض، نعم هي صورة الحامض. يعني تم إضافة بعض التعديلات ولكن ما زال يعني فقط هذه كنظن إضافة فقط رائحة الحامض. أما صابون الطاوس فهو أكثر صابون يعني عرف تطور، وهو متواجد بالخزامة وزيت الزيتون زيت الأرغان والعسل. ولكن أنا كنصحكم يعني تشتروا هذا الطبيعي الأصيل. بالنسبة للأثمنة فهذا ب4 دراهم مكتوبة فيه، هذا ب3 دراهم ونصف. أظن هذا يكون بشي 5 دراهم لأنه غير مكتوب فيه الثمن. فكيف كتشوفوا فما عنده حتى التلفيف أو التغليف، يعني طبيعي. فإذا ننتقل للمنتج الثالث. بالنسبة للمنتج الثالث فهذا هو الليفة المغربية، يعني أهم عنصر لعمل الحمام المغربي. وهي عبارة عن قطعة من القماش مصنوعة من خيوط خشنة مأخوذة من شعر الماعز وكيخيطوها على هذا الشكل وهكذا كنستعملوها. وهي عنصر أساسي لعمل الحمام المغربي، كتساعدنا على فرك الجسم وإزالة الخلايا الميتة وما عندها أي آثار جانبية لو عرفتي تستعمليها. يعني قومي بفرك الجسم ولكن يعني بلطف، أما لو استعملتيها بعنف فممكن تسبب لك يعني جروح وخدوش في البشرة. بالنسبة للثمن فأنا هذه مثلا اشتريتها ب10 دراهم، وممكن يعني يكون الثمن كيتراوح من 5 إلى 30 درهم، واحتمال يعني قليل أن تكون يعني ليفة ب30 درهم، فقط 20 درهم كنظن. وأيضا لا توجد أي شركة محتكرة هاد الليفات المغربية، فهنا كيكون مكتوب يعني اسم مصنع، ولكن انا كنصحكم ما تهتموش باللي مكتوب هنا ولكن اهتموا بجودة الليفة. وكيف كتعرفوا يعني انه هاد الليفة يعني ذات جودة عالية؟ بكل بساطة كتاخدوا واحد الجزء وكتفركوا البشرة وبعد كيطلع عندكم هاد الشيء الابيض هنا واللي هي عبارة عن الخلايا الميتة. بهذه الطريقة فانتم كتعرفوا بان هاد الليفة جودتها عالية وتشتروها. ثم ننتقل للمنتج الرابع. المنتج الرابع واللي هو عبارة عن الصابون المغربي او مثل ما نسميه حنا الصابون البلدي. وهذا الصابون فهو طبيعي ويستخرج من بقايا الزيتون، يعني نواة الزيتون، وهو كيساعدنا على ازالة الخلايا الميتة. بكل بساطة كنوضعوا طبقة رقيقة على الجسم، كنعرضوا الجسم للبخار ومن بعد كنستعملوا الليفة المغربية. وهذا الصابون فهو يباع بالكيل، يعني انت كطلبي منه نصف كيلو او كيلو ونصف،
وممكن يعني تطلبي منه يعني على قد المبلغ، يعني يعطيني درهم، 3 دراهم، 5 دراهم. وهذا هو شكله، وهذا هو لونه الحقيقي. فممكن يكون متواجد يعني في علب بألوان مختلفة، أضافوا له بعض العطور مثل الخزامة والورد، ولكن هذا هو الشكل الأصلي. شوفوا يعني شكله مثل الكريم أو مثل الفازلين. بالنسبة لكيلو من هذا الصابون فهو كيتباع ب5 دراهم. يعني ممكن تشتروا حتى كيلو 2 كيلو تاخدوه معاكم، لأنه راح ينفعكم كثيرا. ثم ننتقل للمنتج الخامس والأخير. المنتج الخامس والأخير واللي هو عبارة عن الطين المغربي، أو مثل ما نسميه حنا الغسول المغربي. وهذا هو شكله، فكيكون رمادي وعلى شكل يعني قطع بهذه الطريقة. وهذا هو شكل الكيس اللي حنا نشتريه، فيه تقريبا نصف كيلو فقط ب5 دراهم. وهذا الطين فهو ايضا متواجد فقط في المغرب، يعني المقالع اللي يستخرج منها هذا الطين موجودة فقط في المغرب. وكنظن انه كاينه شركة وحدة في المغرب اللي محتكرة هذا المجال، وهي اللي كتصنع هذا الكيس هذا يعني من زمان. يعني كنظن هذه الشركة خاصة بعائلة عريقة من مدينة فاس، فهي اللي محتكرة هذا المجال، وهي الشركة الوحيدة في المغرب اللي كتصنع هذا الغسول وكتقوم يعني بتسويقه للمغرب بالكامل. يعني ممكن يكون متواجد على شكل بودرة في علب مضاف له بعض الإضافات، ولكن هذا هو الشكل الأصلي. لو حابين تشتروا يعني حاجة أصلية فهذا هو شكلها الأصلي في هذا الكيس الأخضر. وهذا الطين فممكن تستعملوه للجسم وأيضا للشعر. فبالنسبة للثلاث منتجات الأخيرة، يعني الطين المغربي والصابون المغربي والليفة المغربية، فأنا ما ذكرتش لكم المكان اللي يبيعوا هذه المنتجات. ولكن قبل ما نتكلم لكم عن المكان بغيت ننبهكم أنه هذه المنتجات الخمسة اللي أنا وريتكم فهي منتجات قديمة جدا، واستعملوها جداتنا وجدات أجدادنا للعناية بجمالهم، لأنه في زمان ما كان يعني أحمر الشفاه وكريم الواقي من الشمس ويعني المنتجات التجميلية الموجودة حاليا. ولكن هذه هي كانت منتجات تجميلية أي مرأة مغربية وما زال إلى يومنا هذا كنستعملوه رغم مرور هذه السنين كلها. أما بالنسبة لمكان يعني بيع الصابون المغربي والغسول والليفة، فكيف كتعرفوا قديما ما كانوش يعني محلات المكياج حتى يتخصصوا في هذا الشيء. الشخص اللي كان يبيع هذه المنتجات هو العطار، يعني الشخص اللي يبيع التوابل. بما أن التوابل يعني مواد قليلة وما تحتاج يعني مساحة كبيرة، كان كيبيع أيضا هذه المنتجات التجميلية. وإلى يومنا هذا رغم مرور هذه السنين كلها ما زالت هذه المنتجات محافظة على هذا المكان، يعني فهي موجودة عند العطارين داخل الأسواق، وما تشروها من أي محل آخر. ضروري تشروها من عند العطار حتى تتأكدوا أنكم خديتوا المنتجات الأصلية. أتمنى تكونوا استفدتوا ونال إعجابكم الفيديو. ولو حبيتوا يعني نتكلم لكم على شي منتج يعني نخصص ليه هو لوحده فيديو ونتكلم عليه ونعطيكم جميع المعلومات، فأتمنى يعني تكتبوها في تعليق. وأشكركم جدا على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو. إلى اللقاء.